صباح الفل والسعادة والجمال عليكم يا حبايبي. نهاركم زي العسل يا حبايبي. بصوا بقى، اعمل لكم طريقة جميلة جدا لعمل الجبنة. عيال اولاد الايامتي بيروحوا المدارس وبيبقوا محتاجين سندوتشات، وعندي ابني اسمه عبد الرحمن، ربنا يخليهولي يا رب ويحفظ لكم كل اولادكم. ما بياكلش اي نوع من انواع الجبنه غير الجبنه المثلثات. فقررت ان اعمل له الجبنه ديت. الكوبايات غاليه جدا. الكوبايه دلوقتي ب70 جنيه او 75 جنيه. شوفوا بقى، من كوبايه من كيلو لبن عملنا كميه 3 كوبايات وحبه في العلبه كده. هوريها لكم بكل تفاصيلها، ان شاء الله هتعجبكم وتقوموا تعملوها. واستنوا التكات والحركات ان شاء الله في الاخر. ما بتفاصيلها، عشان في حركات فيها وفي حاجات خطوات كده لازم تمشي عليها بالظبط عشان تطلع مظبوطة معاكي وجميلة جدا. ماشي يا حبايبي، شايفين النعومية، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين حلوة ازاي، جميلة جدا. جبنة اللي هي كوبايات، طبعا انا اسمها عندنا كيري وانواع كتير منها هنا في مصر. ففي منها انواع كتيرة قوي. بس هي بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو قوي قوي ما اقولكوش. وابني طبعا ما بيحبش اي نوع جبنة، ما بيحبش الا النوع دوت، هو ده اللي بياكلها في الجبن. ف دايما كنت بقى عايزه اعمل له اي حاجه ياكلها غير الجبنه المثلثات، طبعا عندنا غاليه جدا برضك. فحاولت اوفر كده واطبر واعمل له بقى سندوتشات من الجبنه دي. شايفين هي حلوه ازاي؟ شايفين؟ انا بوريها لكم على اللقمه خطيره كده. شايفين النعوميه؟ تعالوا بقى واستنوني، وما تنسونيش في اللايك لو اول مره تشوفوني. يعني اسمي هند طلعت من ست الطار. الله تعجبكم القناه، وخدولكوا لفه فيها عامله حاجات جميله جدا جدا هتعجبكم يا حبايبي ان شاء الله. شوفوا الطريقه. احنا بنعمل بقى حاجات الايام للاطفال والكبار بردك هياكلوها يعني. جميله جدا ولذيذه. بصوا انا عاملاها المره دي بالقشطه. لو عجبتكم الطريقه وتديني لايك فيها ورفعتولي الفيديو، هعملها لكم المره الجايه بالجبنه ايه، بالجبنه الرومي. ماشي يا حبايبي؟ لو رفعتولي ان شاء الله القناه. شوفوا بقى، جايبه لبن بقى، يلا نعمل ونتوكل على الله. يلا بينا، يلا بينا يا حبايبي، نسمي الله ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصوا يا حبايبي، ده كيلو لبن لسه جاي سخن من عند الأرياء، الست اللي بتجيب لي اللبن يعني، لسه جايباها سخن. لبن فلاحي جميل جدا جدا. هنحط 4 كوبايات من اللبن زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى كيلو. 4 كوبايات بيبقى كيلو، وممكن تكون 4 كوبايات وحاجة كده حبة كمان. بس هنحط المقادير مظبوطة بالظبط زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحبها ما تبقاش تقيلة، بس هي على الكيلو بتاخد معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. ماشي يا حبايبي؟ تاني، معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. خلاص، معلقتين من بتوع الاكل دولت من الدقيق ومعلقتين من النشا. يلا نحط بقى نطرة سكر كده، عشان ايه؟ بتبقى فيها سكرة شوية كده، فهنحط لها نطرة سكر. وهنحط ايه، ملح. لو انتي تقطيها بعد كده ولقيتها انا عايزة ملح، حطيها برضك وانتي بتطبخيها. ماشي يا حبايبي؟ هنحط ايه، نص معلقة من الملح. ديت زبدة مسيحاها طبعا. ديت 100 جرام، 100 ملي، 100 ملي من الزيت و100 ملي من الزبدة. ماشي يا حبايبي؟ لو عاوزين بالمعلقة بتتحط 5 معالق من الزبدة و5 معالق من الزيت. خلاص، بالمعلقة. بالملي بقى، بالجرام كده، بالملي يعني وبالجرام بتتحط 100 جرام. ماشي يا حبايبي؟ يعني نص كوبايه كده زبده، بس الزبده تكون كويسه، وزيت. ماشي؟ عشان تطلع جبنه طعمها حلو. خلاص، قلبناها كويس جدا وطوهنا الدقيق والحاجه. طبعا زي ما قلت لكم 4 معالق من معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا وملح ورشه ملح ورشه سكر والزبده. لو عندك لبن بودر حطي معلقه كبيره من اللبن البودر. ماشي يا حبايبي؟ لو ما عندكيش مش مهم. والجبنه دي ممكن تستغني عنها برضك، مش لازم. لو انت ما عندكيش ممكن تستغني عنها، بس الاساسيه الحاجه اللي هقولها لكم في الاخر. ماشي يا حبايبي؟ استنوا معايا في اخر الفيديو هقول لكم ايه الاساسي اللي المفروض تحطيه.
خلاص انا كان عندي حطيت 4 حتت من الجبنه زي ما انتم شايفين كده، جبنه مثلثات بس يكون نوعها حلو. خلاص هنضربها كويس جدا في خلاط، وهنروح رايحين على النار بقى مقلبينها خالص كده، اول نحطها في طاسه. والافضل انك تحطي في طاسه تيفال، لانها التيفال ما بيلزقش وهتبقى حلوه معاكي جدا في التقليب، لانها بتاخد وقت شويه على النار. هنقعد نقلب بقى على النار كده، ما نسيبش ايدينا، وبالذات في الاول ما تسيبيش ايديكي خالص. ممكن في الاخر لما توطي عليها النار وتسبكيها كده ما تاخدش وقت معاكي. ماشي يا حبايبي؟ تخليها يعني ممكن تسيبي ايدك في الاخر لما توطي عليها النار. خلاص انا عامله على نار متوسطه، ما تعمليش على نار عاليه، وعلى قد ما تقدري هتقلبي. كل ما تقلبي هتتقل في ايديك، هتلاقي فيها سمك في ايديك. طبعا انا قطعت الفيديو عشان اوريكم كل مراحلها قد ايه. خلاص هي تقريبا قعدت ساعه بالظبط، قصدي نص ساعة على النار، وممكن نص ساعة وحاجة كده، يعني نص ساعة و5 دقايق، نص ساعة كده و10 دقايق كده يعني. ماشي يا حبايبي؟ شوفوا بقى عملت معايا ازاي. بجيب من الجناب كده، طبعا انا سبت المضرب اللي كنت بضرب بيه، وجبت معلقة سيليكون كده وقعدت اقلب زي ما انتوا شايفين جميلة ازاي، تقلت معاكي وبقت جميلة ازاي. بس لسه برضه كل ده هو لسه. ماشي يا حبايبي؟ يعني تقريبا قعدت ربع ساعة وبعدين عملت كده، وبعدين قمت سايباها اكملها تاني. اما قربت بقى يعني خلاص ما عادش فيه يعني الا غلوتين 3 كده وهتستبك بقى كويس. قمت حطيتها. الاهم حاجه بقى في الموضوع هي المعالق القشطه دي. لو قلت لي يا هند انت مش هينفع مثلا ينفع ما استغنى عن الجبنه المثلثات واحط اكتر من الجبنه، احط قشطه اكتر؟ ممكن برضك دلوقتي 4 معالق من القشطه، ممكن تكتري تبقى 8 معالق من القشطه، وما تستغني عن الجبنه المثلثات. يعني ممكن يبقى عندك قشطه حلوه كتير كده عندك، يبقى 8 معالق من القشطه او 9 معالق من القشطه، وحطيتيها بتديها طعم خطير جدا، وبتخليها لها طعم حلو جدا جدا. واللبن البودر لو انت عندك ممكن تحطي برضه، ما عندكش ممكن تستغني. بقول لكم التفاصيل ان ممكن في حاجات تستغني عنها وفي حاجات ما تستغنيش عنها. خلاص يا حبايبي؟ والدقيق طبعا ما مش هيبان طعمه خالص لانه بيستوي على النار، وما تقلقيش منه ولا الدقيق ولا النشا. خلاص اول بقى ما تبرد تقومي ماسكاها ضربها في الخلاط. طبعا مش هتكلكع معاكي طول ما انت بتقلبي، مش هتكلكع بس لازم تضربيها في الخلاط عشان تديكي النعوميه والجمال ده. ماشي يا حبايبي؟ ضربتها في شفشق الخلاط ضربه واحده بس، وقمت سايباها بعد ما تهدى خالص، تقومي ضربها في شفشق الخلاط. خلاص انا بقول لكم على كل تفاصيلها وتكاتها، ان شاء الله هتطلع ناجحه معاكم من اول مره. ماشي يا حبايب قلبي؟ خلاص شايفين بقى وانا بصبها كده سمكها عامل ازاي. لو انت عايزاها تقيله عن كده شويه، في ناس بتحب الجبنه الكيري دي او الجبنه الكريمي دي بتبقى تقيله سنه. لو عاوزه تقلي سويتي معلقه نشا، ما تسوديش تقيل، سويتي بس معلقه نشا. ماشي يا حبايبي؟ انا حطيت الباقي بقى زي ما انتوا شايفين في العلبه كده، هحطها في الفريزر. خلاص بتقعد مده صلاحيتها قد ايه؟ هتقعد اسبوع، 7 ايام. 7 ايام في قلب في قلب التلاجة. خلاص يا حبايبي؟ 7 ايام في قلب التلاجة. لو عجبتكم الطريقه اوعوا تنسوني في اللايك والاشتراك في القناه. الله يسعدكم يا رب، ويحقق لكم كل اللي تتمنوه، وينجح لنا اولادنا يا رب. امين يا رب. ونجح لنا اولادنا وتعبنا احنا ما يروحش على الفاضي ان شاء الله يا حبايبي يا رب. اللهم امين. الاولاد الايام دي ما عادش حد عارف مصلحته، ودايما عمال نزق فيهم. ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم لنا يا رب، وينجحهم لنا بحق حباك النبي يا رب العالمين. خلاص يا حبايبي؟ زي ما انتوا شايفين كده انا هحطها في التلاجة ليله كامله. خلاص هحطها ليله كامله في التلاجة، وتاني يوم هطلعها بقى اوريها لكم. ماشي؟ خلاص انا بوريكم ان هي ماسكه في الكوبايه اهيت، ما هدت خالص، مسكت في الكوبايه. خلاص ده تاني يوم بقى زي ما انتوا شايفين كده عملتها، خطيتها بورق ورق حراري كده عشان ما تنشفش من فوق، وقمت حطها في التلاجة. شايفين بقى تاني يوم؟ شوفوا النعوميه بقى، هوريكم كل يعني قد ايه جميله، قد ايه طعمها حلو جدا، عجبت الاولاد جدا. ان شاء الله تعملوها وتعجب اولادكم وتتهنوا بقى يا حبايبي.
ويسعدكم يا رب ويحقق لكم كل اللي تتمنوه. ماشي يا حبايبي، ويحقق لنا اولادنا يا رب كل اللي احنا نتمناه فيهم. خلاص يا حبايبي، شايفين قد ايه ناعمه؟ شايفين بحط المعلقه، شايفين عامله ازاي؟ ناعمه جدا. شايفين الجمال ده؟ يعني عاوزاكم تخشوا في قلب الكوبايه تشوفوا الحلاوه دي. ما شاء الله حلوه جدا جدا. خلاص يا حبايبي، شوفوا الحلاوه، شايفين الجمال؟ جميله جدا وناعمه جدا وطعمها لذيذ جدا. ما اقولكوش على طعمها جميل جدا خطير. ان شاء الله تعجبكم. طبعا انا كده عندي عيش، طبعا لو انت اللي بتحبوا العيش التوست بتحبوا العيش، انا عندي عيش عادي جدا بتاع الفران اللي عندنا، مقطعاه على شكل مثلثات كده، وقمت عاملاه ايه سندوتشات للاولاد. شايفين يا حبايبي؟ انا عاوزه اوريكم بس نعميتها على اللقمه قد ايه ناعمه. شوفوا على اللقمه جميله جدا. شايفين يا حبايبي جميله ازاي؟ اه حلوه جدا جدا. ماشي يا حبايبي. خلاص. اوعوا تنسوني بقى في اللايك والاشتراك في القناه، الله يسعدكم. شايفين وهي نازله عامله ازاي؟ حته قشطه، كأنك بتاكلي حته قشطه كده من نعوميتها وحلاوتها. وهو بصراحه طعم القشطه بتبقى بتخليها بتروح في حته تانية خالص. ما تستغنيش عن القشطه.